السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم عظيم جدا للنادي الأهلي. خلاص أنا على أبواب من الدوري المصري بعد فوزي على نادي الزمالك. طبعا في الفيديو السابق لما لعبت مباراة الأهلي والزمالك، وإن شاء الله طبعا وخدت طبعا قبلها طبعا في الفيديو اللي ما ذكرتهوش بطولة كأس مصر. هنلعب دلوقتي مباراة نادي الأهلي ونادي إنبي، وهي دي التشكيلة بتاعة الفريق، لكن تشكيلتنا تشكيلة إنبي وتشكيلة الأهلي لما شوية، بس أنا حاطط تكتيك رائع جدا. عندك جيستن ميرون ومروان عطية موجودين. طبعا عندك في حراسة المرمى أحمد الشناوي من اليمين للشمال، عمر كمال وياسر إبراهيم، أحمد عبد المنعم وحجان، والأفضل محمد عبد المنعم. طبعا عندك أليو ديانج زيزو ورمضان، والأفضل باور هو أعتقد أليو ديانج. طبعا إمام عاشور وحوتيا اللي هو النجم البرتغالي وأسامة أبو علي، وطبعا أفضلهم حوتيا. هي دي تشكيلة النادي الأهلي داخل البساط الأحمر. طبعا بنبدأ صفارة بداية الشوط، اللقاء الأول، الشوط الكبير. النادي الأهلي في مواجهة نادي إنبي ضمن منافسات طبعا تشكيلة النادي الأهلي. وطبعا يلا بينا عشان نبدأ المباراة. طبعا يلا رجالة، طبعا إن شاء الله الرجالة تبدأ النهاردة في مباراة كانت إن شاء الله مباراة مصرية. تمريرة خطيرة، سلام، يلعبها طويلة عالية. طبعا عاوز يبني الهجمة كده حلوة أوي يا ولد يا لعيب. عند رمضان لكن ادي امام عاشور، يا سلام عليك يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام. لكن ادي اللعب الكبير، لكن ضغط من نادي انبي. استلام، ادي كورة خطيرة، خلي بالك، بص الانفراد انبي خطير، لكن الحمد لله اول فرصة لنادي انبي محققة على شباك احمد الشناوي. تمرير من جديد، ديانج مع عبد المنعم، حجان طويلة، عمر كمال مرة تانية من جديد، لكن بص هنا عمر كمال عبد الواحد، هنا عمر كمال طبعا لكن ادي كرة خطيرة، لكن ادي تمريرة طبعا إنباوية نادي إنبي. يلا بقى ضغط ولا ايه، لكن عاوز عمر كمال عاوز تمريرة عرضية، عمر كمال عاوز يضغط في يحتفظ بالكرة، يا سلام. لكن الدفاع الآن أهلاوي، لكن الدفاع أهلاوي. تمرير لكن الدفاع وتطلع بره، وتبقى ضربة مرمى لمصلحة الله. طبعا إنبي ما زال هو اللي ضاغط، يبحثون عن الاحتفاظ بالكرة. يلا رجالة. طبعا المباراة دي بالنسبة لنا مش مهمة قوي، لأن احنا خلاص احنا متصدرين الدوري. قراءة رائعة للاعب، ودي مباراة، لكن ادي كورة خطيرة، زيزو يحمل الكرة الى الامام، زيزو طبعا بينفر زيزو العرضية، تسديدة من الكورة، تسديدة رمضان عاوز يرفع العرضية، رفع العرضية لكن فين، ودي تصويبه مش معقولة. يجب ان يكون التسديد في الهدف من تلك المسافة. يعني طبعا هجمة مش حلوة اوي، لكن ان شاء الله تكون موفقة من جانب عمر كمال. لكن هنا برافو طبعا بيتدخل طبعا عمر كمال. يلا بسم الله، تمريرة خطيرة عند عبد المنعم طبعا يعلقها حلوة أوي عند رمضان يحاول حلوة وسام طبعا، وهي كورة خطيرة من زيزو. ايوه كده، هي دي الهجمات، مش معقولة هي دي الهجمات الكبيرة. لكن ندلان لسه خطير، تزيل ممكن، لكن الدفاع كنت شوتها قوي يا وسام يا ابو علي، وسام طبعا هداف وسام هداف سوبر عالمي. لكن هنا فيها ركنية للنادي الاهلي، زيزو
وزيزو ولا ديانج تمرير تسديده مخالفة ضد هنا اللاعب. فيها ايه؟ فيها مخالفة لمصلحة نادي انبي. يبحثون عن بدأ خلق النادي الاهلي مساحة. يزأر ويتسيد على ارضية الملعب، اعتراض في الوقت لكن المناسب. الدفاع تترد خطيرة. يا سلام كرة يا طويلة سلام جميلة. يا سلام، هذا عمر تمريرة كمال خاطفة. الهجمة عند زيزو، العرضية، التصويبة، ايه في يا أطلقت رجالة، صافرة في نهاية يا الشوط رجالة، الأول في وبالفعل صفرتنا. طبعا صفرتنا شوط اللقاء الأول كان الصراحة مليء بالجدية أكتر، ودي طبعا الإحصائيات. طبعا أنا معرفش وسام أبو علي ماله كل شيء يخاف من الكورة. طبعا أنا مش عارف أنت بتخاف من الكورة ليه يعني. خلاص نطلع وسام وننزل مروان عطية. مروان لعله ممكن يبدأ مروان عطية طبعا أنا مدرب النادي الأهلي حاليا ما خسرتش في ولا بطولة، حاليا ما خسرتش في ولا بطولة. بدأ يلا بقى يا الشوط رجال، الثاني. الفيديو الأول يدفعها للأمام. قد يتمكن من التسلل خلف خطيرة. يا الدفاع. سلام، يصدر كرة خطيرة من عند أليو ديانج، لكن هنا مشيت من رمضان كانت عاوزة تخدم رمضان الكرة اللي تدخل فاتت. في الوقت نشوف الكرة المناسب. اللي فاتت لسه ادي كرة. يا سلام زيزو كرة في الشباك. الجماهير ستنفجر بالفرح وبحقها لها من نهاية رائعة. قلت لك زيزو لسه فيها. زيزو يا ولد يا زيزو، في كامل تركيزه. كان مع الزمالك نجما وداء الزمالك الأهلي، وهو مع الأهلي كمحمد صلاح. لكن حلوة التسديدة وحلوة تمريرة عرضية. حلوة اللفة انطلاق. يا سلام على الأهلي وجمال الأهلي، وباين عليه على الدوري بتاعنا من غير أي كلام. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. الدوري تمرير خطيرة. يا سلام من جانب رمضان بداية كمان تنفذ النادي الأهلي بهدفين على الاتحاد السكندري. أنا بتكلم اعتراض في الوقت المناسب. تمريرة خاطفة. شوف هنا سرعة نادي انبي. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. برافو على التمرير. هم في كلم المقدمة. لكن البرتغال هيكون لكن البرتغال، لكن اليوم النهارده مش يوم البرتغال. النهارده مش يوم البرتغال، لكن حطها عمر كمال والهجمة والانطلاق. هيدي كرة خطيرة من حتشان، تمريرة كرة عرضية. خطيرة من تصدي رائع. كمال، لكن خرجت برا الملعب وتطلع. قرروا أن الوقت قد حان له للذهاب إلى مقاعد البدلاء. زأر النادي الأهلي، سنبدأ اللعب بالتماس. فرفع سماؤه ورفع نجومه إلى عالم كرة القدم. استلام خطيرة. يا سلام، لكن النادي الأهلي يفشل في الاحتفاظ بالكرة. نعم يغيب. يدفعها للأمام. حاول تمريرة بينية. استلام مرة ثانية. هنا بص اللعب، هنا رمضان السريع، أسرع واحد في رمضان حلوة. تطلع برا وتبقى الآن ركلية. هنشوف مين ينفذها. أنا بالنسبة لي دهشان ممكن ينفذها لك. حلوة. هذه ديانج طبعا بينفذ كرات عرضية. ماشي دهشان خليه يلعب، لأنه دهشان طبعا من حجان دهشان مين بس حجان. العرضية التصويبة، لكن هنا طبعا مش معقولة. يدفعها للأمام.
خلاص قرب ينتهي رائعة المباراة. هلا بتكون آخر هجمة أهلاوية، آخر هجمة أهلاوية، آخر هجمة أهلاوية بتروح، آخر هجمة أهلاوية بتروح. هل هيكون معاها الصافرة؟ هل الأهلي كما أن الأهلي والأحمر الشياطين الحمر تهزم البترول بنتيجة بهدف بالرغم من أنه كان فوزا ضيقا جدا إلا أن النتيجة تستحق العناء. عنوان المباراة غدر زيزو يفاجئ الجماهير. الأهلي شوف الهدف من زيزو، شوف الهدف. زيزو هرب حطها ايه يا سلام. هل كان متسللا ام النادي الاهلي؟ وبالفعل صافرتنا طبعا. وادي بص زيزو بعدها لك مرة واثنين وثلاثة عشان تستمتع عزيزي المشاهد. طيب كده انتهى شوط اللقاء الثاني والمباراة. ادي الاحصائيات مع حضرتكم. طبعا النادي الاهلي زي ما رفع كأس مصر سيتجه الى الدوري متسيدا متصدرا عالي في العلالي. الاهلي عالي في العلالي. طبعا هنقابل مين الماتش الجاي؟ حتى لو ماتش محتاج سخونة احنا معانا لعبتنا. الاهلي هيلعب مع النادي المصري البورسعيدي. طبعا خلصت حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله الموسم القادم هنعمل شوية تعاقدات ان شاء الله. كان معكم سيف أسامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.